بيبتدي فيلمنا النهاردة في البرازيل سنة 1950 مع انطلاق مونديال كأس العالم واللي كانت بتستضيفه البرازيل وقتها. وطبعا معروف عن الشعب البرازيلي بأنه أكتر شعب موهوب في كرة القدم. يوم ماتش النهائي لكأس العالم واللي كان بين فريق البرازيل والأوروجواي بيكون الاستاد مليان على الآخر، وكل الناس في البيوت والقهاوي بتشجع، والناس بتبدأ تجهز نفسها عشان تسمع الماتش في الراديو، وبيبدأوا يتجمعوا علشان يحضروا الماتش. وهنا بنشوف طفل اسمه ديكو وبيشتغل ملمع أحذية، وبيجي أصحابه قبل الماتش ينادوا عليه وهو قاعد شغال، فديكو بيسيب الشغل وبيجري ورا أصحابه، وبيبدأوا يشيلوا الشرابات من على حبال الغسيل وبيعملوا منها كورة شراب، وبينضم لهم زوكا أخو ديكو، وبيبدأوا يلعبوا الكورة ما بين أسطح البيوت، وبتبان وقتها مهاراتهم الكروية ولعبهم بأسلوب الجينجا. أسلوب الجينجا ده أسلوب ابتدعوه الأفارقة زمان للدفاع عن النفس وملوش علاقة بالكورة، لكن الأولاد الصغيرين دول بيستخدموا طريقة الجينجا في لعبة الكورة ما بينهم، وده بيخليهم متمكنين أكتر في اللعب، وبالذات ديكو. لكن اللعب بينهم بيخلص بهزار بايخ، فبيبهدلوا بعض بالطينة، فبيروح ديكو وزوكا لبيتهم وهم مطينين. دوندينو أبوهم بيشتغل عامل بينظف الحمامات، وأمهم سيليستي بتشتغل خادمة عند الناس الأغنياء. لما بيروحوا البيت مامتهم بتسألهم إيه اللي عمل فيكوا كده، فديكو بيكذب عليها وبيقول لها إن هو خلص تلميع أحذية وبعدين وقع في الطريق وهو راجع، لكن زوكا قال لها الحقيقة، فمامتهم بتزعق لهم وبتقول لهم يقوموا ينظفوا نفسهم، فبيطلبوا منها إنهم يتفرجوا على الماتش، لكنها بترفض عقابا ليهم على اللي عملوه. بنرجع للماتش تاني وبنروح للقهوة اللي جنب بيت ديكو، وبيكون قاعد فيها زباين كتير بتسمع الماتش على الراديو، وبيبقى معاهم دوندينو أبو ديكو، وبيعلق المذيع وبيقول إن النتيجة 1-1، وبتبقى الناس كلها قاعدة قلقانة. وهنا بيكون ديكو وأصحابه فوق السقف بيتفرجوا معاهم، وديكو بيسمع اللي بيحصل في الماتش وبيحكي اللي بيحصل لأصحابه من فتحة صغيرة. وفجأة بتسجل الأوروجواي هدف الفوز في آخر الوقت وبتكسب كأس العالم، وبتتحطم آمال الجماهير البرازيلية كلها، وبيبدأ أصحاب ديكو يروحوا واحد ورا واحد، لكن ديكو بيفضل يبص على القهوة من الفتحة، فبيلاقي باباه قاعد بيعيط، فديكو غصب عنه هو كمان بيعيط. وهم في الطريق لبيتهم ديكو بيقول لأبوه بكل ثقة أوعدك إن هجيب للبرازيل كأس العالم، لكن هنا أبوه بيقول له اسمع كلام مامتك وركز في دروسك وسيبك من لعب الكورة. تاني يوم الصبح بتكون سيليستي مامته قاعدة بتمسح أرضية المطبخ للناس اللي شغالة عندهم، بيكون معاها ديكو وبتقول له تعرف إني اتجوزت باباك بعد ما شفته جاب 5 أجوان بدماغه، باباك ده كان لعيب حريف، لكن للأسف الكرة مش بتأكل عيش وملهاش أمان، لأن بمجرد ما باباك اتصاب في ركبته مشوه من النادي، وهو دلوقتي ملوش معاش ولا ليه تأمينات واضطر يشتغل عامل نظافة. هنا بتنادي صاحبة البيت على سيليستي، فبتقوم وبتقول لابنها كمل انت تنظيف، وبتسيبه سيليستي وبتروح تشوف صاحبة البيت، فبيقوم ديكو عشان ياخد حتة كيكة عينه عليها من بدري، لكن بيدخل عليه خوسيه ابن صاحبة البيت وبيبقى معاه في الوقت ده زمايله وبيكونوا بيلعبوا كورة، فبيرجع ديكو على الأرض بسرعة وبيمثل إنه بينظف. خوسيه بيتكلم مع أصحابه عن مكتشف كروي اسمه فلاديمير بيكتشف اللعيبة وهيعمل بطولة بين فرق الكورة، واللي هيكسب منهم هيختار منهم لعيبة يبيعهم لنادي اسمه سانتوس البرازيلي. خوسيه وأصحابه بيكونوا بيتخيلوا في الوقت ده إن الراجل ده هيكتشفهم، لأن كل واحد فيهم شايف إن هو لعبه قريب من لعيب معين، وبيبدأوا يذكروا أسامي اللاعبين اللي هم قريبين ليهم، فبيتدخل ديكو في كلامهم بحماس وبيقول أنا كمان هيكتشفني لأن لعبي فيه شبه من بيليه. هنا الأولاد بتبدأ تتريق عليه وبيقولوا له إن اسمه باليه مش بيليه، لكن الأولاد دي بتقرر تسميه بيليه عشان يفضلوا يضحكوا عليه. بيروح خوسيه شايط الكرة في جردل المية اللي قدام ديكو، فالمية بتغرقه، وبترجع سيليستي تدخل عليهم وبتقول له خوسيه أنا آسفة مش هيعمل كده تاني، لكن ديكو بيقولها يا ماما هو اللي رمى عليا المية. سيليستي بتقول له اسكت وبتاخده عشان تروح، وقبل ما يمشي ديكو بيخطف ورقة إعلان البطولة اللي كانوا بيتكلموا عنها وبياخدها معاه، بيروح ديكو بيوريها لأصحابه، فبيقرروا إنهم يعملوا فريق كورة زيهم زي باقي الأولاد، وفعلا عملوا فريق خماسي ودخلوا المسابقة بتاعت فلاديمير، وبيبدأوا الماتش وهما بيلعبوا حافيين وبيكسبوا كل الفرق اللي بتقابلهم وبيتأهلوا للدور اللي بعد كده. المعلق بيسميهم فريق الحفاة، ومع بداية الدور التاني بيقرروا إنهم يلبسوا تيشيرتات زي باقي اللعيبة، فواحد صاحبهم بيخيط لهم تيشيرتات من ملاية السرير بتاعتهم، وبيدخلوا بعدها الدور التاني وبيكسبوا كل الماتشات وبيتأهلوا
بيتأهلوا للماتش النهائي واللي هيقابلوا فيه فريق الملوك زي ما هما مسمين نفسهم، واللي بيكون خوسيه القائد بتاعه. بيعلن المعلق عن ميعاد الماتش النهائي بينهم، وهنا بيتريق خوسيه عليهم عشان مش لابسين حاجة في رجلهم، فبيقرر ديكو انهم لازم يلبسوا أحذية لكن معهمش فلوس، فبيقرر واحد صاحبهم انهم يسرقوا أشولة الفول السوداني، والأشولة دي كانت بتتحمل على العربية نقل، وبيسرقوا فعلا كام شوال وبيجروا، وبيطلع العمال يجروا وراهم لكنهم بيقدروا يهربوا منهم، وبياخد صاحبهم السوداني وبيبيعوا في السوق وبيشتري لهم أحذية لكرة القدم، لكن الأحذية دي بتكون مستعملة وواسعة عليهم لكنهم برضو بيلبسوها. في الوقت ده بتكون سيليستي قلقانة من اللي بيعمله ابنها لأن ده بيهدد أكل عيشها، عشان لو ديكو كسب خوسيه ممكن تمشي من الشغل، لكن أبوه بيكون واقف جنبه وبيشجعه على حلمه. وبتيجي المباراة النهائية في البطولة وبيحضرها فلاديمير مكتشف اللاعبين، ودوندينو أبو ديكو بيكون واقف وسط الجمهور، وبيلبس ديكو وأصحابه الأحذية لأول مرة لكن بتكون واسعة جدا في رجليهم وما بيقدروش يلعبوا بيها كويس لأنهم مش واخدين عليها. في الأول بيدخل فيهم فريق خوسيه 6 أجوان، وطبعا هما بيكونوا 0، وبيبدأ الجمهور يتريق عليهم، فبيقرر ديكو إنه يقلع الحذاء بتاعه وبعدها بيقدر يلعب بحرفنة جامدة، وبيبدأ فريقه يقلع زيه وبينطلقوا في اللعب بمهارة. ولما قلعوا الأحذية بيسجل ديكو أول هدف ليه في فريق خوسيه، وبيفضلوا يسجلوا لحد ما النتيجة بتوصل ل6-5، لكن للأسف بيخلص الوقت وبيخرج فريق ديكو خسران بفرق جون واحد بس، وبيخرجوا من الملعب زعلانين. ومع ذلك كل الجماهير بتهتف باسم بيليه، لكن ديكو رغم انه ما بيحبش الاسم ده بيكون فرحان بهتاف الجماهير وبيتعرف بعدها باسم بيليه. وبتيجي المفاجأة انه فلاديمير بيختار بيليه لنادي سانتوس، فبيروح يتكلم مع باباه وبيديله الكارت بتاعه عشان يتصل بيه، لكن فجأة بيليه واصحابه فرحتهم بتختفي اول ما بيشوف العمال اللي هم سرقوهم وهم داخلين يجروا وراهم، فبيجري بيليه واصحابه والعمال بيفضلوا يجروا وراهم، وبتكون الدنيا في الوقت ده بتمطر جامد جدا، وبيفضلوا يجروا لحد ما بيستخبوا في حفرة بين الشجر، وبسبب الامطار الغزيرة الحفرة بتنهار وبيقع جواها تياجو صاحب بيليه، وبيحاول بيليه انه يساعده لكن مش بيقدر، فبيبدأ يصرخ بصوت عالي جدا لحد ما العمال بتسمع صوته وبتروح عليه، وبيقدروا يخرجوا تياجو من الحفرة لكن بيكون مات، وبيشيلوه في مشهد حزين جدا. بيروح بيليه بيته وهو حزين وبيعيط لمامته وبيقول لها ان اللي مزعله في موت تياجو انه مات بسبب السوداني اللي هم سرقوه واللي اشتروا بثمنه احذية للكرة. في الاخر هم ما استفادوش بلعبهم ده اي حاجة وصاحبهم مات، وبيوعد بيليه مامته مش هيلعب كورة تاني ابدا وانه هيرجع يركز في مذاكرته ودروسه، وكمان بيقول لها انه هيروح يشتغل مع باباه. وفعلا بيليه بينفذ وعده وبيروح مع باباه يشتغل عامل نظافة في مستشفى، وبيبدأ شغف بيليه يقل ناحية الكورة وبيدخل في حالة من الانطواء وما بيتكلمش مع حد. وبتفوت الايام وفي يوم باباه بيتكلم معاه وبيقول له وانا في سنك كنت بتمرن بالمانجا بدل الكورة لانها كانت صغيرة وبتعلمني التوازن، ولان ابوه كان لعيب كورة كويس فبيبدأ كل يوم يتمرن بعد الشغل بالمانجا، وبيبدأ بيليه يتمرن معاه مرة تانية. وفعلا تمرين بيليه بالمانجا بيعلمه حاجات كتيرة، وبتمر السنين وبيكبر بيليه وبيواظب على التمرين بالمانجا بعد الشغل كل يوم. وبتبدأ سيليستي مامته تحس ان ابنها بدأ يرجع مبسوط من تاني عشان يرجع يعمل الحاجة اللي هو بيحبها، فبتطلع مامته الكارت بتاع فلاديمير مكتشف اللاعبين واللي كانت محتفظة بيه بقالها 7 سنين. بتتصل بيه وبيتكلموا على ابنها، وبيجي فلاديمير فعلا وبيشوف بيليه وهو بيتمرن بالمانجا مع باباه. ولما بيليه بيروح البيت بيلاقي فلاديمير مستنيه هناك وبيقول له ايه رأيك تيجي اختبارات نادي سانتوس، فبيفرح بيليه جدا وبيبقى مبسوط وبيحضر امه عشان هي مهتمة بيه وبالحاجة اللي هو بيحبها. بيبدأ بيليه اول خطوة في مشواره وبيسيب بيت اهله وبيسافر لمدينة سانتوس عشان يحضر اختبارات القبول في نادي سانتوس، وبيدخل بيليه الاختبارات وبينجح فيها كلها وبينضم لفريق سانتوس للشباب، لكنه مش بيكون عارف يلعب كويس في الاول، وده بسبب ان المدرب بتاعه بيطلب منه انه يتخلى عن طريقة لعبه ويلعب بطريقة اللعب الأوروبية الحديثة. بيليه بيحس بالإحباط وإن مستواه بقى أقل من الأول بكتير، وبيقرر إنه ياخد شنطته ويسيب النادي. وهو ماشي بيشوفه فلاديمير فبيروح وراه محطة القطر وبيدور عليه لحد ما بيلاقيه، وبيسأله فلاديمير أنت مشيت ليه؟ فقال له إن المدرب مش عاجبه طريقة لعبه اللي هي طريقة الجينجا. فبيبدأ فلاديمير يحكي له حكاية ظهور الجينجا، وبيقول له إن فريق البرازيل بسبب طريقة الجينجا دي خسروا كأس العالم، فقرروا بعدها إنهم يلغوها ويلعبوا بالطريقة الأوروبية علشان المشكلة ما تتكررش. فلاديمير بيقول له لو انت مؤمن انك تقدر تلعب بالطريقة دي وتعمل تغيير ارجع الملعب، لكن لو انت مش مؤمن بكده وان المدربين عندهم حق في تغيير طريقة اللعب روح بيتك لانك مش هتقدر تلعب لعبهم. كلام فلاديمير بيأثر
بيأثر في بيليه وبيقرر انه يرجع الملعب وانه هيلعب بطريقته اللي هو محترف فيها، وبيرجع بيليه تاني ينتظم في التدريبات وبيبدأ يوازن ما بين لعبه بطريقته وما بين لعب الكورة بالطريقة الأوروبية، وبيقدر انه يسجل أول جون ليه. بينده عليه المدرب فافتكر بيليه انه هيزعقله عشان لسه بيلعب بطريقته، لكن بيتفاجئ بالمدرب بيقول له ان هو عاجبه اسلوبه الجديد وانه قادر يوازن بين الطريقتين ويخلق نوع جديد من اللعب. وبيقدر بيليه بعدها انه يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة، وبدأ اسلوب لعبه يتطور اكتر واكتر واصبح في تشكيلة الفريق الاساسية، وكمان بقى هو هداف الفريق ولسه عمره 16 سنة. بيسافر بعد كده بيليه اجازة عشان يزور اهله، وهناك بيسمع الراديو عشان يشوف هيختاروا مين في تشكيلة منتخب البرازيل في كاس العالم سنة 58. طبعا بيليه ما بيبقاش متخيل انهم هيختاروه عشان سنه الصغير، لكن بيتفاجئ انه تم اختياره وبيفرح جدا لما بيسمع اسمه في تشكيلة المنتخب كأصغر لاعب كرة قدم في الفريق. بيسافر بيليه عشان يحضر المؤتمر الصحفي للمنتخب، وهناك بيقابل خوسيه اللي بقى بيلعب معاه في نفس المنتخب وغير اسمه بقى اسمه مازولا. في المؤتمر بيسألهم الصحفي انتوا هتلعبوا بطريقة الجينجا؟ هنا بياخد بيليه المايك وبيرد على الصحفي وبيقول له طبعا اسلوب الجينجا اسلوب ما فيهوش مشكلة. فالمدرب بياخد منه المايك بسرعة وبيقول للصحفي مش هنلعب لعب الشوارع ده طبعا، احنا هنلعب بالطريقة الأوروبية الحديثة. بعدها بيستدعي المدرب بيليه في مكتبه وبيقول له جايز الجينجا عملت منك لعيب حريف، بس الكلام ده كان في فريق سانتوس مش هنا في المنتخب، انا هنا مش هسمح لأي لاعب عندي انه يلعب بالطريقة دي. وبيجي بعدها الاختبار النهائي عشان المدرب يختار التشكيلة النهائية للمنتخب، وبيكون وقتها بيليه بيلعب بطريقة سيئة جدا لانه التزم بكلام المدرب ومش عايز يلعب بطريقته، وهو بيلعب بيتصاب في رجله وبتكون الإصابة دي قوية جدا. بيروح بيليه بعدها يكلم أهله وبيعتذر لهم إنه ساب الدراسة ومشي ورا حلمه في الكورة، فبتقول له مامته إحنا خلاص أخدنا القرار وكلنا معاك ولازم تكمل. وبتبدأ مباريات كأس العالم سنة 58 وبتفوز السويد على المكسيك، وفي مباراة البرازيل وإنجلترا اتصاب 3 لعيبة من البرازيل، وبيجي يوم مباراة البرازيل والاتحاد السوفيتي وما كانش قدام المدرب غير إنه يلاعب بيليه حتى لو لسه إصابته ما خفتش. بينزل بيليه الماتش وبيبقى تايه لأن دي أول مرة يلعب مع المنتخب، وكمان هو لسه ما تعافاش من إصابته، لكن لحسن حظهم قدروا يكسبوا الاتحاد السوفيتي 1-0 بالعافية. في المباراة اللي بعدها واللي بتكون ضد فرنسا وبتكون مباراة صعبة جدا، في الشوط الأول بيخرجوا خسرانين 1-0 لفرنسا، وفي الاستراحة ما بين الشوطين بيقول خوسيه لبيليه أنت الوحيد اللي قادر تكسبنا الماتش ده، آمن بنفسك وآمن بطريقة الجينجا في اللعب وارجع العب لعبك تاني. بيبدأ الشوط التاني وبينزل بيليه الملعب وبيقرر انه هيلعب بطريقة الجينجا، وبيقدر انه يسجل 3 أهداف للبرازيل وبيكسبوا فرنسا 3-1، وبيكون فاضل لهم الماتش النهائي ضد السويد. بيتصل دوندينو بابنه بيليه وبيقول له انا شفت ماتشك الاخير قدام فرنسا، انت كنت هايل جدا، دي الثقة بالنفس اللي مطلوبة منك حاليا، حاول تخلي زمايلك كمان يثقوا بنفسهم عشان تلعبوا لعب جماعي وتقدروا تكسبوا البطولة. اقتنع بيليه بكلام باباه، وتاني يوم بيروح يتكلم مع زمايله وهما بيتغدوا وبيقول لهم احنا هنروح لغاية المنارة اللي على البحر دي بالكورة بس بطريقة الجينجا عشان كلنا نوحد اللعبة بينا. وفعلا الفريق كله بيتحمس وبيبدأوا يلعبوا بالكورة في الفندق وجوه المطبخ وبره الفندق، وبيكون المدرب في الوقت ده متابعهم في صمت من شباك الفندق وبيشوفهم وهما بيخرجوا في الكورة كل المهارات اللي عندهم. فبيبدأ المدرب يراجع نفسه من تاني وبيحس انه عنده كنز في الفريق. تاني يوم المدرب بيقول للعيبة احنا قدامنا طريقين، يا نلعب كورة بالطريقة الحديثة وهنخسر، يا اما تلعبوا بطريقة الجينجا القديمة وهنكسب. وطبعا هما ما يعرفوش ان المدرب شافهم عشان كده غير رأيه. بيجي ميعاد المباراة النهائية لكأس العالم بين السويد والبرازيل. السويد في الاول بتسجل وبتبقى النتيجة 1-0 للسويد. بيبدأ بيليه يبص على الجماهير في المدرجات وبيتخيل الناس اللي بتتفرج عليه في البرازيل في كل مكان، وبيحس قد ايه الناس دي تستاهل تفرح. بيبتدي بيليه يبرز مهاراته الفنية واسلوب الجينجا وبيقدروا يسجلوا الهدف الاول للبرازيل وبعدها بيسجلوا التاني. لعيبة السويد بتكون مش فاهمة ايه اللي بيحصل بالظبط، والسويد وقتها كانت فرقة قوية جدا. فريق البرازيل بيكون مكمل وبيسجلوا التالت والرابع والخامس كمان. بيفرح بيليه والجمهور بيهتف باسمه، وبتفوز البرازيل بكاس العالم بفضل بيليه، وبينزلوا الشوارع وبيحتفلوا بأول كاس عالم ليهم. والأسطورة بيليه بيكون أصغر لاعب كرة قدم بيشارك في كاس العالم، وكان هو صاحب الفضل الأكبر في الفوز بكاس العالم وقتها. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، ونشوفكم في فيلم جديد.